المسلمون يخترقون موقع بنك إسرائيل قالت هذه سابقة تشكل اختراقا أمنيا كبيرا للسيرفر الرئيسي لبنك إسرائيل المركزي، وهي المرة الأولى التي تكون الشبكة الوطنية للمعلومات على الإنترنت ضحية هذه الممارسة. القراصنة حذفوا مناقصات بنك إسرائيل التي تم نشرها على موقع الإنترنت في أكتوبر الماضي. الناطق باسم بنك إسرائيل يوسي سعدون قال بأن الضرر يجري التعامل معه، داعيا الجمهور الإسرائيلي عدم القلق من مصير أموالهم. استنفار في غرفة تحرير MBC لمعرفة مصدر القراصنة وهوية المحاربين الإلكترونيين قادتنا إلى مراسلتهم بالبريد الإلكتروني لكن دون رد، إلى أن استقر البحث عن كشف اللثام عن هذه المجموعة التي تسمي نفسها بديزا تيم، ومن خلال الرمز عرفنا بأنهم جزائريون. صحيفة الخبر الجزائرية قالت إن القراصنة الجزائريون استطاعوا اختراق حوالي 950 موقعا في الخارج، منها 10 مواقع إسرائيلية، ومن بينها أيضا موقع يساند زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو. أما ما خلفه القراصنة على موقع بنك إسرائيل أيضا هو هذه الرسالة التي نشرتها صحيفة يدعوت